السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي. ونرجع بقى للسوق والأسهم. النهارده في تحرك كده لكذا سهم، ما شاء الله. انترناشونال بيزنس مكمل وصفر تاني. انا بعت اخر بقى حابة معاه خالص في المحفظة التانية اللي مش على سندر، على الأب النهاردة. وكنت طبعا شايف ان هو هيفتح، وهبقى برضه اوريكم صورة كده. انا خدتها له العروض والطلبات الصبح، هعرفكم امتى تعرفوا ان السهم مصفر زي ده ممكن يفتح. وتوقعت طبعا ان هو هيرمي، ممكن يرمي زي ما قلنا لغايه الفتح، سعر الفتح او فوق بشويه. هو عملها قبل كده في 9.75، رمى لغايه 10 قروش. النهارده عمل نفس الحركه بالظبط، رمى لغايه 12 قروش. انا لو كنت هشتري كنت هستناه ب 12 12 11 كده يعني. ولو كنت حطيت الاوردر كان جه، لانه نفذ على 12 و2 او 12 و4. بس انا خلاص ايه، الحمد لله استكفيت، لان بصراحه لو انا دخلت على 12 4 ما اضمنش بصراحه اني الاقي ربح على التسويه. وان كان ان هو لو خلص النهارده الجلسه وهو مصفر، فاي حد دخل النهارده ان شاء الله هيكسب. تمام. ده انترناشونال. طب هو مكمل لغايه فين؟ الله اعلم يا جماعه، الحاجات دي مبقاش ليها اجابه صدقوني. وحتى لو قلنا نحسبها بالفيبوناتشي ونشوف المستويات اللي ممكن يطلع لها 100، مش عارف 30 ولا 161. الحاجات دي برضو عمرها ما بتتلعب كده. ليه؟ لانك مثلا عندك بالذات لما كان الاسهم كمان يبقى السهم بيطلع باجابات كتير قوي كده. عندك مثلا، طيب انا مثلا قلت انترناشونال بيزنس، انا ما كنتش متوقع عن نفسي، ما كنتش متوقع ان هو يفضل مصفر كل التصفيرات دي. انا قلت هيفتح قرب ال 12، يفضل يروح وياخد كده ويدي شويه. وعنده هو مقاومه قويه جدا عند 12.80. هو طبعا برضو النهارده طلع كسرها ومصفر فوقها. ف يعني احتمال يكمل. ما انا خلاص بقى، يعني هو كده ممكن التصفيره اللي جايه 14 وشويه، التصفيره اللي بعدها 15 وشويه. فيعني ما اعتقدش بصراحه يعني، ومش صحي بصراحه برضو ان هو يصفر كمان. الجلسه اللي جايه لازم يتم التداول، وناس الكسبانه تخرج وناس جديده تخش، بحيث ان السهم ياخد زخم ويطلع يكمل اذا كان ناوي يكمل. وطبعا كل ده مضاربه. السهم كماليا او فاينانشالي لا، سهم عادي جدا، الشركه بتربح على قدها. مضاعف ربحيه والحاجات دي كلها في يعني مش في المغري منه خالص. فهو كل اللي بيحصل ده مضاربه، ولكن مضاربه لغايه فين؟ المهم تحمي ارباحك، اهم حاجه تحمي ارباحك. اجني لو انت لسه ما جنيتش ارباحك خالص، اجني جزء بالارباح، خلي شويه كمل بيهم. انا من الناس اللي قلت لكم قبل كده، انا بحب اجني ارباحي كلها. حتى النهارده انا قلت لكم جت في دماغي ان انا ابيع وارجع اخد 12 كانها تريده جديده خالص، بس بصراحه ما خدتش. وقلت اروح اخد في اسهم تانية. النهارده انا خدت في هيبكو، وخدت في مهندس للتأمين لما جاب 30، وخدت في هيبكو، وخدت فين تاني والله ما. وبعت شوية من أبو ظبي برضو، كنت واخدهم تحت ال28، بعتهم النهاردة 28 و60 تقريبا، أو 28 ونص، لا و60. والله ما انا فاكر. انا خدت حاجه كمان النهارده، والله ما انا فاكرها. خدت السعوديه المصريه برضو، رمت شويه كده، فرحت واخد شويه كمان. الناس اللي دخلت السعوديه المصريه وقلقان، ما تقلقش، هو عامل زي اي سهم، يفضل متنح شويه وفجاه تلاقيه راح مصفر، ما يوم ولا اتنين 20%، ونخرج وايه، وبارك الله فيما رزق. الصوامع يعني، شايفين يعني مثلا الناس اللي بتجري ورا الاسهم، اللي بيقول ما ياخدش سهم وهو بيجري. الصوامع شفت بعد ما جري من 230 راح مصفر على 290، مصفر كان مصفر اب على 290، رجع رمى تاني ووزع لي 4 جنيه، ونزل قصادهم ايه 60 جنيه. بعد ما كان عند 290 نزل النهارده منفذ تاني 230 جنيه. طب هيطلع تاني ولا لا؟ هيقعد شويه برضو يجمع، وبعد كده يبقى يطلع ان شاء الله. ده بالنسبه للعامه للصوامع. هو سهم عامل كده خفيف كده، هوب يجمع، هوب يطلع طلعه، يلبس شويه ناس، وبعد كده يروح واخدهم ونازل بيهم تاني. هو ده مكسبه، بيجيبه من كده. وهو طبعا خفيف، والاسهم بتاعته قليله. انترناشونال بيزنس زي ما قلنا عشان نخلصه، ده مكمل لغايه فين؟ يعني مش عارف انا، يعني ممكن التصفيره الجايه عند 14. يعني مش هيعدي، مش يعني هو لو صفر المره يعني لو عمل زي النهارده، يعني هيطلب على 14 وشويه، مش هيكون عدى على 13 اصلا يعني. ما يعني هو رايح اسكندريه ما عداش على طنطا. ف... فاكيد هيرجع يملى شويه، بس هيرجع ويصفر ولا هيرجع ويفضل بقى يبيع. والنهارده كان واضح جدا ان في بيع، يعني في شراء بس في بيع، يعني في فاش اترمت كان فيها بيع. ولكن الناس اللي جوه السهم كمل شويه مفيش مشكله، بس اجني يعني، حط نقطه حمايه ارباح بالنسبه لك، او حط بقى لو انت كسبان كويس الحمد لله، حط بقى ايه جزء
مثلا ايه مش هيبيع غير لو كسر مثلا 11 ونص، غير لو كسر 11، غير كده خليك معاه وخلاص. لانه ممكن السهم يطلع وبعد كده يرجع بقى يلاقي له حته يجمع فيها او يتنح فيها، زي ما كان متنح في حته من ال 88 85 لغايه 9 وربع، تنح فيها بتاع شهر وشويه. ممكن يلاقي له حته يتنح فيها، بس هي فين لسه دي مش باينه دلوقتي. وعلى العكس بقى خالص، زي ما توقعي خاب في انترناشونال بيزنس، وان انا كنت متوقع ان هو يقف عند ال 12 كده، يفضل يتحنجل حواليها شويه. توقعي صاب بالظبط في بريميوم هيلث كير. انا قلت لكم ان السهم هينزل، ده مش شكل سهم مكمل، ده مش اخبار سهم مكمل. والسهم مصفر النهارده، والناس اللي كانت بتقول لك مستهدف 5 جنيه رجعت تاني تقول لك ده رايح 60 قرش. احنا ولا مع دول ولا مع دول. الموضوع يا جماعه بيتحسب بالورقه والقلم، مع شويه اكسبيرينس مع شويه توقعات. احنا قلنا ان هو سهم طالع من 7 قروش، يعني اعتبره سهم ب 70 جنيه طلع ل 105، وبعد كده لازم يريح شويه، لازم ياخد نفسه. فلازم، والاسهم الخمسات بتجيب نفسها من موضوع التصفير اب والتصفير داون ده. بعكس طبعا الاسهم اللي بيبقى صعب ان انت تعمل معاها كده، زي اسهم ال 20% اللي في السوق الرئيسي. ولكن هو صفر النهارده. انا قايل لك من يوم الخميس وهو ب 107، وقلت لكم ان انا هخرج، وهو صفر يا دوب لمس فيها كده وتنزل. انا قلت لكم هخرج عند مقاومه ال 105، وانا كنت داخل بحاجه و90. قلت لكم نقطه الدخول الجديده 91، يجيب 91 ندخل تاني ان شاء الله. حتى يعني ممكن يعني نخش بجزء ونشوف هو رايح فين. هو مسموح للنزول لغايه كام؟ مسموح للنزول زي ما هو عايز، بس ما يكسرش قاع ال70 يعني. بس هو مش هينزل لهذه الدرجه. يعني ممكن حته 84 88 تبقى هي دي الكونسيدريشن بتاعته. الكونسيدريشن بتاعته في النزله دي، وبعد كده يطلع تاني، يطلع مره تانيه. ولو طبعا عمل هاي اعلى، يعني ضرب ال 107 وصل 114 بقى، اللي هي المقاومه الشديده شويه، اللي هي 114، يبقى كويس وماشي على الطريق الكويس. السيناريو السيء انه يكسر 70 مليم، اللي هو 7 قروش يعني. ما اعتقدش يعملها غير لو في خبر سيء جدا ظهر. هو مثلا زي ما قلنا المتوقعين الاسوء، ان هو مثلا يقول لك احاله الموضوع الى النيابه، ده هو الخبر السيء لبريميوم هيلث كير. غير كده كلها اخبار ابزرفبل، يعني هتمتص، والسوق والسهم هيبدا يطلع تاني، يلم ويطلع تاني. واتكلمنا عنه طبعا بالتفصيل في حلقات تانية كتير يعني. ولكن على الوضع النهارده هو مصفر داون، بكره هيبدا غالبا داون. لو جاب الحته ال 91 كويس، ممكن الناس المضارب السريع الخطير ممكن يخش. وقلنا الناس اللي جوه السهم يعني ولا يهمك بقى الكلام ده، خليك فيه. انت كده كده سعرك ما جاش، بتعرف تعمل تريدات معاك سيوله، اعمل. ما بتعرفش يا عم اقفل شاشتك وروح، ما توجعش دماغك. السهم كده كده هيلف ويطلع، مسيره هيطلع تاني بين الحته على الاقل خالص ما بين 12 و 14 قرش. مين تاني؟ اسماعيليه تطوير، الحمد لله السهم طلع. يوم الخميس برضو كنت كاتب لكم بوست عن ان هو السهم اللي ممكن يعمل زي العبور، هو اسماعيليه تطوير، وزيه زي الغربيه الاسلاميه. دي اسهم عددها قليل، ممكن تطلع بسهوله جدا. اسماعيليه تطوير بالذات قاعد بيجمع بقاله كتير جدا جدا، ما بين 37 و 38 و 39، بيجمع بقاله كتير قوي في الحته دي. فالمفروض لما يطلع طلعه محترمه بقى، يكسر ال 45. اسماعيليه تطوير، انا مثلا جات لي توصيه عليه النهارده من محفظه رامبل دي، بتقول لك خش ما بين 41 و 42. مع ان انا النهارده انا شخصيا كنت دخلت بجزء الخميس، وبعت جزء من القديم اللي كنت واخده ب 37 وشويه، بعته على 41 حاجه و70 باين. ودخلت بيه المهندس للتامين، لان المهندس التامين رمى. طب هو انت لازم تقعد تعمل الحركات دي؟ لا مش لازم خالص يعني، ولا يهمك انت يعني. دام داخل في سهم كويس، ارتفاع كويس، ممكن اصلا هو اللي يعوضك. ولكن المهندس للتامين انا متوقع له يعني ان هو يطلع طلعه كده حلوه على حس المجاني، وبعد كده نرميه في وشهم ما نشوفوش تاني. ايه تاني يا جماعة؟ ايه تاني كنت عايز اتكلم عليه والله النهارده؟ كوبر. قلنا يعني هو اداؤه يعني غريب مريب شويه، عمال يتخبط كده بين الطلوع والنزول، وما كملش طلوعه، وحتى ما نزلش نزله يعني تستاهل. فهنستنى نشوف بقى اداء السهم والحق. وما اعتقدش ابدا ان من الصح ان انا اخش في اخر يوم استحقاق، لان الحق دايما بيفتح على نزول. والسهم طبعا سعره هينزل، وممكن هو بقى من بكره ولغايه الحق يبدا يصفر السهم نفسه. يعني احنا خدنا على الموضوع ده خلاص، لان بكره لو هو قلنا قفل ب 56 قرش و30 قرش، يعني فتح 80 قرش على الثلاثه، فيها حاجه و20 قرش. يعني ممكن تلاقي كوبر بكره
وبعده لغايه ما الحق ينزل تلاقيه مصفر 20% او مصفر 20، والتانيه برضو قرب ال 20. يعني ممكن كوبر من سعر فتح بكره يبدا يطلع، يعني من سعر فتح بكره يطلع منه حوالي 30 ل 40%. بعد كده بقى الحق بينزل وبينزل، نزل شويه وبعد كده ده يتخبط شويه، ده يتخبط شويه لغايه ما يحصل توازن. الاكتتاب بتاعه انا شايف ان هو ممكن يبقى كويس، ولكن مش هقدر احكم عليه من النهارده. ولكن ما تستغربش لما تلاقي كوبر بكره 20% وبعده 20 او 15%، السهم نفسه قبل ما الحق ينزل. اللي بقى بيهايبر السهم والحق دول بقى الناس المحترمه زي ماكرو، زي نيل الادويه، دول الناس المحترمين. اما الناس الغير محترمين زي مثلا بريميوم هيلث كير بالحق بتاعهم بيروح للمليم والاتنين مليم. كوبر انا متوقع ان هو هيبقى نسخه من كريست مارك، يعني هيبدا يشتغل والحق هيفضل في المتناول، يعني يعني هيتداول في عادي في سعره العادي. مش متوقع له بصراحه ان هو يهايبر قوي زي ماكرو. ولكن السهم نفسه زي ما قلنا هيصفر بكره ممكن، وبعده كمان ممكن او يقرب للتصفيره، وبعد كده لما الحق ينزل الاثنين بقى ايه يبدا يتداول عليهم. بس بيبقى طبعا التذبذب عالي جدا، فالناس اللي مش بتعرف تعمل تريدات ما تعملش وما تقربش منه عشان ما تخسرش. ده بالنسبه لكوبر. اسهم الادويه مريحه شويه، معلش يعني ما معهاش اخبار سلبيه ولا حاجه، بس هي مريحه شويه، السيوله خارجه منها شويه. منفيس احنا قلنا لو قرب ل 150 يبقى كويس. نيل الادويه لو قرب ل 90 يبقى كويس. عربيه ادويه 200 كويس. القاهره ادويه 240 كويس. 250 كويس. اسكندريه 780 كويس. كل الاسعار دي كويسه، لو لقيتها ممكن تبدا تدخل. السهم برضو برضو سعره لو ريح تصطاد. وسيرة للتعليم لو جاب 17 ونص اقل كويس، لو جاب 16 ونص طبعا يبقى لوط. مين تاني؟ راي خدمات من الاسهم المحيره جدا بصراحه. النهارده ببص لقيته بيرمي، ببص على العروض لقيت عروض مهوله بصراحه، لقيت العروض فوق 2.5 مليون والطلبات اقل من نص مليون سهم. هو مضغوط عليه ضغطه كبيره جدا، بس الموضوع واضح شويه لان الضغط شديد شويتين. قلنا ان هو خلاص باع اسهم الخزينه بتاعته وخلاص مستعد لرحله الطلوع، والناس بدات توصي عليه، وعم كايزر وصى عليه وقال لك ده راح 125 جنيه. تخيل سهم تخيل سهم ب 8 جنيه بيقول لك اول المستهدف بتاعه 125 جنيه. فممكن طبعا سنة 2030 تلاقيه 125 جنيه، يقول لك شفت انا مش قلت لك. ف فيعني يا عم نجيب ال 69 ونقف فوقها الاول، بعد كده نجيب ال 10 ونص، بعد كده نجيب ال 12، بعد كده خده مني مش عايزه، حلال عليك، خده بقى كمل انت بيه لغايه ال 125. يعني المفروض ان هو باي حال من الاحوال ما يكسرش ال 28 اللي جابها في النزله اللي فاتت. لو كسرها ما عندوش غير الحته بتاعت 67 77، دي الحته اللي ممكن يسند عليها تاني. ولكن انا مش شايف مبرر لكل ده اصلا، هو السهم بينزل ليه؟ يعني انا مش شايف له مبرر بصراحه. وان كنت هتحتفظ بالسهم ده برضو كبر دماغك واصبر. والناس اللي بتقول انا خسران، ده انا دخلت راي خدمات وخسران، انا عايز سهم تاني، اصبر. انت اول ما هتطلع منه هتلاقيه جري وسابك، لانه هو انت بتروح تسيب سهم في قاع او سهم بيجمع وتروح تشتري او تجري ورا سهم بيجري هتخسر. فانت ده انا دلوقتي بدور على اسهم اللي في قاع. انا لما بيكون معايا السيوله بدور على اسهم اللي ما طلعتش. يعني انا لو معايا فلوس النهارده بروح اشتري في راي خدمات، اروح اشتري في هيبكو، اروح اشتري في مهندس للتامين لو رمى على الدعم، بروح اشتري على الاسهم اللي رمت على الدعوم، مش اللي طالعه بتجري زي الصواريخ والحق عايزه تتشعبط في القطر. برضو من الاسهم المحبطه جدا اكت فاينانشال، بعد ما كان طلع فوق ال 92 رجع يرمي تاني. مصر الجديده بعد ما كان طلع برضو لغايه 93 رجع يرمي تاني، مع جاي لي باين حاجه و50. دي طبعا اسهم الميكرز بتاعتها رخمه، ولما تجيلك فرصه ان هو تطلع اطلع منه. زي مين؟ زي العبور زمان، زي في اسهم بتعمل يعني في اسهم بتعمل جيمات حلوه، ولكن الميكر بيفضل يزهقك ولكن لفتره معينه. زي مثلا انترناشونال بيزنس قاعد يزهقك في حته في حتتين، قاعد يزهقك شهر شهرين. لكن في ناس اصلا بتبقى واخده الموضوع ده هو دي طريقه شغلها، زي مصر الكيماويات، زي العبور العقاري ده زمان. العبور ده يا جماعه كان بيطلع لو طلع من 6 ل 7 تعمل له فرح، بعد ما يكون جمع مثلا 6 شهور في 6 ونص ل 7 يطلع يعمل لك 9 جنيه وينزل تاني. فانت يا ابني على كل اذا كان انترناشونال بيزنس قاعد يجمع شهر شهر ونص وبعد كده راح طالع حوالي 60 70% في 4 5 جلسات. ففي ميكرز مكسبها من ان هو يطلع ويعمل
قاع اعلى وقمه اعلى، وفي النص في الرايح جاي دي يخسر الناس اللي مبتدئين شويه، اللي ممكن يخسر من التريدات البيع والشراء. وفي ميكر رخم جدا بيشتغل بين نقطتين مثلا زي مصر الكيماويات ما بين 32 مثلا و28، يفضل طالع نازل طالع نازل، وانت لو انت اشتريت السهم ده مثلا ب 32 ومتوقع ان هو هيوصل 36 مش هيوصل، ولو اشتريت ب 28 وما بعتش وجنيت ارباحك مثلا عند 31 ولا 32 هتلاقي نفسك السهم عمال يكسب وبعدين يخسرك اللي كسبه لك تاني. ففي دول نوعين من الميكرات، الميكر اللي بيكسب من التريدات ما بين نقطتين ولو عايز يطلع يطلع حاجه بسيطه، والميكر اللي بيطلع يعمل اب ترند وكل شويه قاع اعلى وقمه اعلى، فده بيكسبك ويكسب الناس معاه. زي بالظبط نظريه السوق الصاعد والسوق الهابط، السوق الصاعد بيكسب الكل، ولو انت غلطت او عكيت بيصلح غلطك. عشان كده بنقول يا جماعه الناس المفروض تكون بتكسب في اخر سنتين ثلاثه. اما السوق الهابط فرخم، لا يعمل لك كل مره يطلع تيجي تشتري يروح لسعك ونازل نازل لقاع، ولما يجي يطلع عمره ما يوريك سعرك تاني لو انت اشتريت غلط. لكن اللي اشترى غلط في سوق صاعد لا ممكن يشوف سعره تاني حتى لو هو اشترى غلط، لكن اللي يشتري غلط في سوق هابط ممكن ما يشوفش سعره تاني خالص في السايكل دي، وكل لما يصبر خسارته هتزيد. آه مفيش الباقي الاسهم بقى زي ما احنا، ابو ظبي ممتاز، وبرضه لسه بتساءل هو ليه اكتتاب المرحله الثانيه في ابو ظبي وماكرو ما فتحش، انا ما اعرفش، اول مره اشوف كتاب بيتاخر قوي كده المرحله الثانيه، وحتى ما صرحوش ان هو اتلغى، فانا ما اعرفش هم ليه مستنيين كل ده. هيبكو قلنا كل يوم حد او اتنين هنبعت الشكاوي مره واثنين وثلاثه، ولا زال مجلس الاداره بيبيع، ولما مجلس الاداره ده يخلص بيع هتلاقي ان شاء الله موجه صعود كويسه من غير اخبار اصلا ولا حاجه هيطلع، لان برضو التجميع في الحته دي بقاله كتير قوي. والامتصاص كل الاسهم دي على حته ال 74 84، ده بيوحي ان السهم ممسوك بيد من حديد يعني، غير ان التنفيذات بتاعته كمان قويه. ف ان شاء الله لما مجلس الاداره يخلص بيع هتلاقي الميكر طلع بيه طلعه حلوه، ولكن برضو مش هيعدي حته ال 35 5 ونص غير بخبر ايجابي قوي. مين تاني يا جماعة عندنا؟ اسك للتعدين طبعا برضو في بيع مجلس اداره، جدوى في بيع مجلس اداره، جدوى قلنا كويس قرب الجنيه. اسك للتعدين قلنا ممكن لازم يعني ممكن تحط رجلك في منطقه ال 42 من 41 ونص 42 ونص، وان كنت انا شايفه انه ممكن يسند على ال 40 فلات، ولكن اعتقد ان ليه طلعه كويسه. آه، بنيان ورميدة الشهيدين يعني ما فيش اي جديد، الاسهم بتجمع وبعدين يطلع يعمل 2% ويطلع ويرجع ياكلهم تاني، فاسهم بصراحه تجيب شلل رعاش يعني. لكن لو انت لكن لو انت عايز تحط فلوسك في حته امان حط فيهم، لان هو الاسهم مش تنزل عن كده بصراحه. يعني مثلا رميدة، بنيان، رايا خدمات، هيبكو، اكت فاينانشال، الاسهم دي كلها تعتبر في قيعان يعني، مش فيها خطوره كبيره في سعرها ولا متضخمه ولا حاجه، ولكن طلوعها رخم ولسه ما شفنا لهاش حتى اماره ان هي هتطلع امتى او ازاي. آه بس خلاص يعني، دعواتكم لينا بالصحة والعافية والرزق يا رب، ويا رب دايما يرزقكم الرزق الحلال، ويا رب دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم.